السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. بعد الوصفه هذيك اللي درتها لكم تاع الدولمه، كامل طلبتوا مني الوصفه تاع الدولمه كيفاش نخدمها. شوفوا كيفاش خرجت، ما شاء الله. خرجت الحبه تاعها مايه، ماهيش كبيره وماهيش صغيره، البنه تاعها ما عندي ما نقول لك. وقبل لا نروحوا للوصفه تاعنا ما تنساونيش بالجيم وكومنتير وابوني للقناه باش يوصلكم كل جديد. وهنا نروحوا للوصفه تاعنا. عندي الكميه تاع الحوت، انا هنايا شيت كيلو ورطال تاع حوت. نجيبو هذيك الباسينه تاعنا اللي نغسلو فيها. هنايا دايرتها انايا هذه سبيسيال للحوت. انا هنايا نروح نغسله ونرجع معكم. وهنا بعد ما غسلت الحوت تاعي وقلحت له الظهر كما راكم تشوفوا، يعني الشوك يجي هكا شويه في الظهر، ونروح نقلع عليه الشوك هذاك روستاني. شوف كل وحده والطريقه تاعها كيفاش تقلع الشوك. وانا هنايا نروح نكمل كامل الكميه تاعي اللي راهي عندي ونرجع معكم. وهنا بعد ما كملت كامل الكمية درت معاها حبة عبصل تكون متوسطة، قطعتها كارويات. عندي 6 ورقات ولا 7 تاع نعناع يكون خضر تقطعيهم، وإذا ما عندكش النعناع ديري نعناع يابس. عندي الكاس تاع الروز، خيروا النوعية تاع الروز تكون مليحة. وعندي الكمية تاع القزبر. هنا كل ما كثرتي القزبر كل ما جات البنة تاع الدولمة تاعك بنينة. عندي 5 سنين ثوم، انا قطعتهم كما راكم تشوفوا كارويات صغيرين، واللي تبغي ترابيها نورمال. ولي زيبيس عندي راس الحانوت، عندي الفلفل، عندي سكنجبير، عندي الكمون، عندي مغرف صغيره تكون معمره ملح. انا هنا درت بالمغرف الكبيره بصح درت غير ربع مغرف. وهنا نخلطوا كل شيء هكا كما راكم تشوفوا، ونبدو نكوروا فيها كويرات، يعني ما يكونوا كبار ما يكونوا صغار. هنا انا راني خلطت كامل المكونات، وهنا نبدا نكور في الدولمه تاعي. شوفوا الحبه تاع الدولمه لازم تكون كيما هكا صغيره، ما تكونش كبيره، خاطر غادي هذاك الروز غادي يطيب وغادي تكبر الحبه تاعنا. شوفي هذه هي القوام تاع الحبه تاعنا، ما هي كبيره ما هي صغيره. وهنا بعد ما كملنا الدولمه تاعنا نروحوا نطيبوها ونرجع معكم. وهنا بعد ما طابت شوفوا كيفاش خرجت، ما شاء الله. الحبه تاعها راهي قاعده شاده روحها ما تفتتش. هنايا درنا الروز نوعيه مليحه، الحبه تاعها ماهي كبيره ماهي صغيره، خرجت ما شاء الله.